في 3 حاجات ممكن يهدوا اي علاقه. ال3 حاجات دول مالهمش علاقه بالكرايتيريا اللي انت عايزها في شريك حياتك، مالهمش علاقه باللي انت تتمناه، ولكن عدم وجودهم في العلاقه هيدمرها كده كده. اول حاجه من دول عدم وجود التزام. مهما كنتوا انتوا اتنين علاقتكم ببعض كويسه ومبسوطين وكل حاجه ما بينكم رائعه، ولكن عدم وجود التزام ما بينكم، العلاقه دي مش هتكمل. تمشوا بعد سنين تقول هو احنا ايه بالنسبه لبعض؟ مفيش اجابه ومفيش التزام، يبقى العلاقه دي في الاغلب مش هتكمل. حتى لو متجوزين وابتدى يحصل افعال ما بين الطرفين تدل انه في حد من الطرفين مش ملتزم تجاه التاني، برضه في الاغلب العلاقه دي مش هتكمل. الحاجه التانيه الاحترام. دايما كنا نتكلم على فكره الحب غير المشروط، ونقول انه لا، الحب دايما بيكون مشروط. عكس الكلام ده الاحترام دايما غير مشروط. اختلفنا ما اختلفناش، لابد ان يكون ما بيننا احترام. ففكره ان انا بتخانق مع الشخص قدامي ومش عارف انه ممكن يعمل فيا ايه، وممكن يهزقني وممكن يضربني، عدم وجود احترام بين الطرفين ممكن جدا جدا يهد العلاقه. الحاجه الثالثه هي الثقه، انه ابقى واثق في اللي قدامي. عدم وجود الثقه يجيب احساس بعدم الامان، وعدم الامان يجيب حاله من الالم الدائم ومليون فكره بتيجي في بالي. هو الشخص ده مكمل معايا ولا لا؟ هو الشخص ده هيسيبني ولا لا؟ هو الشخص ده بيحبني ولا لا؟ افكار كتير وعدم امان جاي من عدم ثقه. صعب جدا 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 اي علاقه تستمر بدون ال3 حاجات دول.